في سنة 2600 قبل الميلاد بيبدأ الفيلم في مدينة كونداك اللي اتغيرت جدا بعد ما استولى عليها الملك أكتون، اللي أجبر أهل المدينة إنهم يبقى عبيد عنده ويدوروا على معدن اسمه الأترنايم عشان يقدر يصنع منه تاج سحري فيه قوة شيطانية. والمعدن مش موجود غير في المدينة دي، وفعلا لقى عجوز من أهل المدينة المعدن، وساعتها هجم عليه الباقي عشان ياخدوه منه ويدوه للملك عشان ياخدوا المكافأة، ولكن أنقذوا منهم طفل صغير اللي بياخده الحارس من حراس أكتون وبيقول له إنه عاوز مكافأة. وفجأة بيرميه من فوق الجبل، والطفل الصغير اللي بيكون متأثر جدا بموت العجوز ويفكر ينتقم منهم، وفعلا بيسرق المعدن وبيجري من الحراس، ولكن في الآخر قبضوا عليه وحكموا عليه بالإعدام. وفجأة بيختفي جسمه وبيظهر قدام كهف الخلود اللي بيختاروه انه بيحارب قوة الشر باستخدام قوة شازام، وبيكون اسمه بلاك ادم. في الوقت ده اوكتان صنع التاج السحري ويكون عنده قوة شيطانية، وبيواجه اوكتان ويدمره هو والقصر بتاعه ويختفوا للأبد. بنروح للوقت الحاضر بعد ما عدى 5000 سنة على الأحداث دي، وبنشوف عالمة اسمها أدريانا وهي في العربية مع أخوها كريم واصحابه سمير واسماعيل، وهما بيوصلوا الكهف اللي فيه التاج السحري. وبتبدا المجموعه انهم يدوروا على التاج ما عدا سمير اللي بيفضل مستني في العربيه، وبتنجح ادريانا انها تلاقي التاج. وفجاه بتظهر عصابه كبيره وبيقبضوا عليهم، وبتلاقي ادريانا تعويذه منقوشه في الكهف ومكتوب جنبها انها تستدعي بطل اسطوري لو قالت لها، وبتعمل كده. وفجاه بيظهر البطل الخارق ادم اللي بتحاول العصابه انها تهاجمه، بس الرصاص ما بيأثرش فيه وبيقدر يخلص عليهم واحد ورا التاني. وبيبدا ينهار الكهف وتقع صخره على اسماعيل ويبان انه مات، وينقذ ادم ادريانا وكريم من صخره كبيره، وبيخرج من الكهف قبل ما ينهار وبيدمر طيارات ودبابات العصابة. وبترجع أدريانا العربية، وبيتصاب آدم من صاروخ كان متوجه للعربية عشان كان مصنوع من معدن الأترانايم، نقطة ضعفه، وبيأثر فيه وبيقع وبيبان إن إسماعيل لسه عايش وهو المسؤول عن العصابة دي وعاوز التاج لنفسه. وبيؤمر بقية العصابة إنهم يدوروا عليه، وبتظهر أماندا مسؤولة الحكومة الأمريكية وهي بتتكلم مع هوكمان قائد فرقة العدالة، وبيتكلم عن البطل بلاك آدم وإنه عنده قوة خارقة، وبتبدأ تقلق منه وبتطلب منه إنه يجمع فريقه ويقبضوا عليه. الفريق بيتكون من 4 أفراد، أول واحدة فيهم اسمها ماكسين، وشاب صغير اسمه اتوم، وراجل كبير في السن اسمه فيد. وبيكون كل واحد من الاربعه عنده قوه خارقه مختلفه عن التاني، وكلهم بيكونوا اقوياء جدا وبيجمعوا نفسهم عشان يبداوا المهمه. وبيصحى بلاك ادم بيلاقي نفسه في بيت ادريانا وابنها امون. بيكون متحمس جدا انه يقابل بطل خارق لانه قرا عنه في كتب التاريخ انه بطل كونداك ومنقذها من 5000 سنه. وبيدخل من الجدار ويقابل ادريانا وكريم اللي بتقول له انه بطل ومحتاجين مساعدته عشان يحرروا المدينه، لكنه بيرفض وبيطلع من المبنى وهو طاير وبيشوف تمثال يشبه له في المدينه، وبيسرق امون لاسلكي من جندي في الشارع، وبيقول له ان بطل كونداك رجع من تاني. وبيهجموا عليه لكن بينقذوا بلاك ادم وبيخلص عليهم بمنتهى السهوله. وفي اللحظه دي بتوصل فرقه العداله المدينه وبيبداوا ينفصلوا عن الطياره ويشتبكوا مع بلاك ادم، وبتقوم معركه كبيره جدا بين فرقه العداله وبلاك ادم، ولكن بيقدر يخلص عليهم ويهزمهم كلهم على الرغم انهم 4 ضد 1، لكن بلاك ادم بيكون اقوى. وبعدها بتتكلم ادريانا مع فرقه العداله عشان توضح لهم انه مش بيستخدم قوته في الشر، وبتبدا تحكي لهم عن تاريخه وتحرير شعب كونداك من العبوديه، لكن بيقول لها ان الاسطوره اتحكت بشكل غلط وانه مش بطل وان في جانب شرير عشان كده لازم يتكلموا معاه. وبتقدر توصل لبلاك ادم وتحكي له عن اللي حصل، وان فرقه العداله عرفتها حقيقته وانه مش بطل، وان لما بقى عنده قوه خارقه موت اوكتان قبل ما يلبس التاج اللي كان مجرد انسان بشري، وعمل كده بطائفه على الانتقام، وموت كمان جيشه والقصر وجزء كبير جدا من المدينه لحد ما جت ادريانا وقالت التعويذه وخرجته من القبر اللي السحره كانوا ساجنينه فيه. وبيدخل اسماعيل شقه ادريانا ويوجه مسدسه على امون وكريم لانه عارف ان معاهم التاج، وبيحاول امون انه يهرب بعد ما كريم اشتبك مع اسماعيل لكن بيتضرب بالنار ويخلص عليه. وبتطلب ادريانا من بلاك ادم انه ينقذ امون، وبتقطع كلام فرقه العداله اللي كانوا بيطلبوا منه يسلم نفسه، وبيحاول يهرب من رجاله اسماعيل اللي بتطارده، وبيظهر بلاك ادم ويضربه لكن اسماعيل بيقدر يخطف امون قبل ما يهرب. وبتيجي فرقه العداله وتساعد بلاك ادم وبيقدروا يخلصوا على عدد كبير منهم، وبيوصلوا الشقه ولكن بيموت كريم بجرحه. وبيحاول ادم يخوف رجاله اسماعيل عشان يعرف مكانه، وبتلوم ادريانا نفسها وانها سبب في خطف امون، وبيقدروا يستجوبوا 2 من رجاله اسماعيل اللي قالوا انهم في طريقه لمنجم. ساعتها كان بيتجادل لوكمان وبلاك ادم، وبتقوم خناقه كبيره جدا بينهم وبيضربوا في بعض لحد ما يظهر التاج في الشقه في اوضه امون، وبيكونوا عاوزينه يدفنوا التاج، ولكن بترفض ادريانا وبتقول لهم ان التاج هيفضل معاها وان لازم ينقذوا امون الاول من اسماعيل وبعدين هتديهم التاج يعملوا فيه اللي هم عايزينه، وانهم لازم يساعدوها وترجع امون. وبيبداوا يحطوا خطه ازاي ينقذوا امون من اسماعيل، وان اكيد في طريقه يقدروا يوقفوا بيها. وبيوصلوا للمنجم وتقوم معركه كبيره وبيقتلوا ناس كتير جدا لحد ما يظهر اسماعيل وامون حوالين دايره من معدن الاترانايم، وبيبدا يوجه مسدسه ناحيه امون ويطلب منهم التاج وتديهم ادريانا التاج عشان تنقذ ابنها، لكن بيضربوا اسماعيل بالنار وبيطير ادم بسرعه كبيره جدا وبياخد الضرب عنه ويقدر ينقذه من الموت، وبيقدر يلحق اسماعيل قبل ما يلبس التاج ويدمر قوته المكان كله. وبيقدر فيد يحمي اماندا بدراعاته من قوه بلاك ادم، ولكن امون بيتصاب من شده طاقه ادم وبيحصل انفجار كبير. واول ما بيشوف كده بيطير ويروح هو كمان يتكلم معاه، وبيروح حكما يتكلم معاه وبيقول ان اسماعيل قبل ما يموت كان بيتكلم عن ولد اسمه هاروت، وبيساله مين هو الولد ده، وبيحكي له ادم ان هاروت ده ابنه، وبيبدا يحكي له قصه هاروت وانه مش هو اللي كان بيشجع الشعب وانه ما كانش عنده قوه شازم السحريه، وان ابن هاروت هو كان الشجاع ده.
عشان كده اوكتان كان بيحاربه وقتل امه وهو كان خلاص هيموت، لولا هاروت اتخلى عن قوته واداها له، وساعتها مات قدام عينيه من رجاله اوكتان. وبيقولوا انه مش محتاج قوه شازم، وهيقول تعويذه يرجعها للصحه دي من تاني، وبيرجع انسان طبيعي تاني وبياخدوه فرقه العداله. وبيفوق امون وهو في الطياره، وفي نفس الوقت بيدخلوا ادم في حاله نوم من تاني. وبيظهر ان اسماعيل ما ماتش لكن راح للجحيم عشان ياخد قوه الشيطان، وانه كان مخطط لكل ده عشان يقدر ياخد قوه الشيطان الجباره. وبيخرج من الجحيم وهو بشكل شيطاني وعنده قوه كبيره جدا، وبتحصل معركه بينه وبين فرقه العداله، ولكن محدش بيقدر عليه، وبيقدر يهزمهم بكل سهوله بسبب قوته الجباره. وبيعرفوا انه مش هيقدروا على اسماعيل وانه محتاجين بلاك ادم. في الوقت ده اسماعيل بيكون بيفتح بوابه الجحيم وبيستدعي جيش من الهياكل العظميه، وبيستخدم فيد قوته السحريه ويحرر بلاك ادم من نومه، وبيقدر يصحى من نومه وبينطق كلمه شازام وبيتحول لبلاك ادم، وقوته بترجع له من تاني، وبتبدا معركه كبيره جدا بين فرقه العداله واسماعيل. وبعد معركه شرسه بيظهر بلاك ادم وبيقسم اسماعيل نصين، وبيقدر يهزمه هو وجيشه، وبيحتفلوا بالبطل بلاك ادم وبيقول لهم ان بطل المدينه رجع لهم وانه مش هيتخلى عنهم تاني، وبيقدر ينقذ المدينه وبيقرر يكون الحامي بتاعها. وبتظهر اماندا وتتكلم معاه، ولكن بيكون غاضب منها، وبيظهر فجاه من وراه سوبرمان وبيقول له انه عاوز يتكلم معاه. وبينتهي الفيلم على كده، في انتظار الجزء الثاني باذن الله. اشوفكم على خير، السلام عليكم.